السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نشا معكم أقدم لكم أجمل تحياتي وسلامي وتبريكاتي بمناسبة يوم الجمعة المبارك. ربي يحفظكم، عسى أن يكون يومكم كلها بالخير والصحة والسعادة. وأيضا أقدم لكم برنامج من مطبخ نشان برعاية شركة الطباخ للمنتوجات الغذائية والتوابل الفاخرة والمواد الغذائية أيضا. ربي يحفظهم اللي تاحونا هذا الفرصة وتعرفتوا على أكلاتنا وتعرفنا عليكم وعلى أصواتكم الحلوة إن شاء الله. فنبدأ بالأطباق. أول الطبق الرئيسي اليوم مثل ما وعدنا لكم شيخ المحشي. احنا ما سويناها فقط بالشجر، احنا وعدنا لكم بالشجر بالباذنجان ايضا. كم عدد حضرنا الباذنجان وان شاء الله راح من نبدأ بالعمل نعدى لكم. وايضا عندنا البرغل بالفلفل الاحمر، لان ويا اكله الباذنجان والشجر وخاصه الشيخ محشي البرغل كلش يكون بجنبه يكون طيب. وايضا عندنا مثل طلباتكم اللي طلبتوا خبز الرز، ان شاء الله اليوم راح احضرها لكم باذن الله. اللي عنده حساسيه من طحين ويقدر هذا بكل سهوله يحضرها بالبيت. وايضا عندنا حلقوم، هذا هم من طلباتكم مثل ما وعدنا لكم. ان شاء الله دائما اي شيء تطلبون احنا نكون بالخدمه. اول مره نجي اي طبق ياخذ وقت ازيد هذا نحضره. هسه احنا عندنا هنا البرغل وعندنا الشيخ المحشي. هسه نبدي بالشيخ المحشي. عندنا 500 غرام لحم مفروم. ناخذ الطاوة ونخليها على الطباخ، وإذا لحم مالتكم غير دهين تقدرون شوية تخلون الزيت. إذا تحبون دهين ماكو داعي تخلون زيت. هسه راح نحمص اللحم مفروم، وأيضا راح من طرف نحمص البصل للبرغل لأن ياخذ وقت أزيد. هسه هنا ناخذ الطبق الزائد. هسه للبرغل الملون بالفلفل الملون أول مرة عندنا 1 عدد بصل. احنا طبعا خلينا الزيت ربع كوب زيت، وعندنا ملعقتين الدهن الحر. هذا ويا البصل راح نخليها ونحمص البصل وراها الفلفل الملون، لأن البصل يرادلها شوية يكون لونه أحمر على مود هذا. فهسه نتركه إلى أن يتحمص وراها نحضر البقية. ناخذ الطبق الزائد. هنا عندنا برغل الخشن، عندنا برغل خشن. والبرغل الخشن هو مالت مثل نقول لها تمة نحضرها ويكون أحسن. الناعم ما يرهم، احنا الناعم على طول نستعملها للكبة. شوفوها هالشكل. راح نزيد النار عليه. أول مرة نحمص اللحم مفروم للشيخ المحشي. وعندنا بقية الأدوات. شوفوا عددين من لب الباذنجان ثرمنا، وعندنا باقة معدنوس، وعندنا بهارات طبعا كلها من إنتاج شركة الطباخ. عندنا الهيل والدارسين، الحشو هيل والدارسين. هيل كلش قليل ينطي طعم ونكهة طيبة، والدارسين ملعقة أكل وملعقة أكل ملح. هسه بس نحمص اللحم، وراها نبدي نضيف البهارات. شوفوا، وعندنا الباذنجان والشجر. راح أفهمكم شلون راح حضرنا. أول مرة جبنا الباذنجان والشجر غسلناه وأخذنا قشر الشجر. شوفوها، أخذنا قشر الشجر وراها جينا قليناها بالزيت. شوفوا ورا ما فتحنا وطلعنا لب الشجر، بس شوفوا ما انفصل القبق مالتها لأن بقى نفس الشيء حتى يطلع صحيح وما ينمرد هالشكل. والباذنجان قشرناها على شكل شريط من طرفين.
شوفوا من طرفين أخذنا قشر مالته، من وسط فتحنا فتحة نفس الطريقة، شوفوها. طلعنا اللب مالته وقليناها بالزيت، شوفوها. وراها عندنا معدنوس، شوفوا هذا للباذنجان، لأن باذنجان شوية طويل، ولو ما لقينا الباذنجان صغار لأن كلش صعب ما لقيناه، فهذا شوية طويل. شوفوا هنا سويناه عقد. هذا قبل كان بيبيتنا يصفطه وبيدها وتخلي ملح يذب عليه بواسطة الدستة مالت اليد مالت الهاون، يدقه شوية ينمرد وبعدين يسويها ثقب. فهذا الشغلات قبل كانوا يتعبون بيها، بس احنا هسه لا، مثل ما نريده نحضرها. وشوفوا هسه شلون يطلع شيخ محشي، ان شاء الله يعجبكم ويكون طيب. ومن طرف يا اهلا وسهلا ام نور، يا اهلا وسهلا، تفضلي يا عمري. صباح الخير كيف؟ صباح النور يا ام نور، حقيقة النور. ايوه جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. الله يسلمك يا ام نور حبيبتي، اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله. شيف اذا امكن، بما انه الجو شتاء وتعرفين الاكلات الشتويه جدا غنيه بالتعب بالطبخ مالتها، فيا ريت يعني اتمنى تسوي لنا الطرش الاحمر مال الشوغه. والله كأنه مدارس قلبي. أني يا سبحان الله والله فريت السوق قلت أشوف كل ملزمة موجود، لقيته موجود، بس مال حلقة اليوم والبكرة إن شاء الله إحنا محضرين، وإن شاء الله الأسبوع الجاي راح أحضرها إلك ويكون هدية إلك. هي تسلمي لي حياتي. الله يسلمك يا عمري. الله يحفظك. الله يسلمك. وعاشت ايدك على الاكلات اللي تقدميها. تسلمين يا عمري. وكلش حلوه وذوق وترتيب واناقه، ويا ربي حتى لسانه يعجز عنك. الله يسلمكم عمري، تسلمين وانتم اكثر حبيبتي، بوجودكم انا موجوده ان شاء الله. وانا كلش احب هاي اللهجه مالتك اللي كلش تحكين حلو حلو، هاي اللهجه كلش احبها. والله هالقد نقدر ندبرها. حياتي حياتي، الله يسلمك عمري، تسلمين يا حياتي. طيبين ان شاء الله. انتم طيبين، وهاي ايدك تلف بالحرير ان شاء الله. يا الله رب يسلمك اجمعين وياك يا ام نور، اشكر على حبيبتي. تقييمك عمري، تسلمين يا حياتي. هذا حق، هذا مو تقييم، هذا حق. الله يسلمك عمري، اشكرك، اشكر حبيبتي. الاهل ان شاء الله فردا فردا عمري، الله يخلي نور لك. تسلمين عمري يا عمري، الله يسلمك حياتي، مع السلامة، شكرا جزيلا. الله وياك يا حبيبتي حياتي، الله يسلمك عمري. نشكر الأخت أم نور، وإن شاء الله مكانكم بقلبنا، وإحنا دائما نحب نسمع أصواتكم الحلوين وكلامكم الجميل، وإن شاء الله كل طلباتكم يكون مثل ما تريدون، وربي يحفظكم ويحفظ جميع المتابعين البرنامج إن شاء الله. هسه حاليا شوفوا الحشو بدأ يواش يواش على راحته ينحمص، لأن وقتنا ضيق، وهاليوم شغلنا كله طباخ، لازم نحضر كله. هسه عندنا البصل بعدها مسار أحمر، شوفوها شوية باقي، من شوية يبقى، فراح نضيف الفلفل. عندنا شوفوا هنا أخضر وأحمر وأصفر، وإذا أنتم ما عندكم ألوان تقدرون، إذا أحمر عندكم أحمر، إذا أخضر عندكم أخضر، ماكو داعي، بس إحنا كبرنامج يطلع حلو فد لون متميز، فعلى هذا استعملنا الفلفل الملون. هسه راح نضيف الفلفل. عندنا فلفل أخضر عدد 1، فلفل كبير، وعندنا فلفل أحمر كلها ترمناها، شوفوها الشيء ترمناها على شكل شرائط، وعندنا أصفر كلها ترمناها على شكل شرائط. راح ناخذ الأطباق حتى ينفتح جوا إيدنا نقدر نتصرف. هسه البصل تحمصناه، وهسه الفلفل أيضا
من يذبل وراها نضيف المي والملح. يا أهلا وسهلا ست زهراء، يا أهل البغداد. ألو، آسف انقطع الاتصال، وإن شاء الله راح ننتظرك يا زهراء. شوفوا هسه الحشو تقريبا لازم شوية يستوي، لأن ولو بالفرن همنا نطبخه. هسه شوفوا نشف، بدأ يصير يستوي. وهسه عندنا هنا الملح، طبعا حتى ملح مالتنا من شركة الطباخ، وعندنا دارسين، وعندنا هيل، ثلاثتهم خلينا راح نحركه. لو انتم هنا تشوفون ريحة البهارات يجنن، وخاصة شركة الطباخ. هسه حاليا بدأ ينشف، راح شو نسوي؟ نخلي اللب بالباذنجان، هذا ينطي الطعم طيب. يا أهلا وسهلا أم أحمد، يا أهل الكركوك. حياتم نجسان صاغل جانم سزي ساوز من دا أيام أم أحمد. حياتم ايسان أهلو وروسن حياتم. شوف صاغل جانم الله رازوسن سزلردن بربر حياتم. صاغل أصلا أكر واسوني اتشو من عير طريقة بيلزم شخ زحماتي ده. ساوشي شخ ايسي ده. نجد شختي güzel çıktı. Khirlikten güle güle yaz أم أحمد inşallah. Bütün diyanlarda inşallah bizim her yaptığımız şey sizin evde olan mevcut ve bir de sizin için asan diyedir olsun. Hayatım sağ olasın. Ahmet'e nasıl bir şey ihtiyacı var? Teşekkür ederiz. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Sağ ol canım. Allah'a emanet. Allah'tan memnun. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz telefonu Ahmet. Çok güzel noktaya dayandınız. Allah razı olsun sizden de ve bütün ailenizden de ve bütün Kerkük halkından. أعزائي المشاهدين، أم أحمد خابرت تقول إحنا كنت أسوي كرواسان كلش طريقة صعبة، فأنت ذاك اليوم سويتي حضرتي، فأني نفس طريقتك حضرتها كلش طيبة وسهلة، كل ما أسوي أدعي لك، وإن شاء الله إحنا دائما بالخدمة. شوفوا هسه هنا البصل ذبل والفلفل بدأ يذبل إلى أن شوية يذبل، وعندنا هنا شوفوا الحشو صار جاهز. راح نطفيه ونخلي بيها معدنوس. شوفوا معدنوس بالأخير، ليش؟ لأن حتى يبقى فيتامينات بيها، واللون شوفوها نفس اللون أخضر ما يتغير. هسه الحشو كملنا. هسه نعوفه شوية يبرد، وبعدين نحشي بيها الحشو. هسه الحشو مالت الشيخ المحشي حضرنا، والبرغل الفلفل والبصل حمصناه، شفتوها هالشكل. شوية هم نحمصه، وبعدين نضيف البرغل والملح والماء. وهسه هنا عندنا إلى أن يبرد الحشو، هنا عندنا الحلقوم راح نحضرها. حلقوم راح شلون نحضرها؟ خلي شوية أبدل كفوفي لأن بيها معدنوس. الحلقوم راح شلون نحضرها، يعني هم ياخذ وقت. أول مرة إحنا قلنا لكم حلقوم بالفواكه، تقدرون تعصرون برتقال أو لالنجي أو أي فاكهة عندكم تقدرون تطلعون مي مالته. إحنا اليوم استعملنا جولد أب عصير برتقال جاهز للشركة الطباخ. هو عنده شوفوا هنا تمر هندي عنده وعنب عنده، شوفوها أنواع عندهم. فهذا أسهل طريقة، ونومي بصرة جاهزة
تاخذون 5 قلاصات مي، قلاص واحد من عصير المركز. فأني هسه على الحلقوم شوفوا شلون اجى بوقتها. على الحلقوم اخذت 5 قلاصات المي، نفس هذا القلاص اللي قست بيها، وقلاص واحد من عصير الجولداب. فانتوا حتى نومي بصرة تقدرون تسوون حلقوم. هسه هذا نوخره، نجي نخلطه. شوفوا اللون الطبيعي، لون البرتقال. هسه نجيب الجدر ونخليها، ولو شوية صار جدر حار. نخلي العصير البرتقال مالت الجولداب، وعدنا نفس كوب أخذنا مثلا 3 ب3، وعدنا 3 ملاعق نشا. هذا كله بارد نخلطه، ونشيل الأطباق. ونجيب الخلاطة مالتنا حتى نخلطه. شوفوها هو بارد. ليش نخلطه؟ حتى لا يتكتل. إذا خليناها على النار يتكتل وما ينجح. شوفوها هالشكل. ونجيبها على الطباخ. راح نطفي الطباق الثاني ونشغل هذا. ومن طرف شو اسمه صار جاهز. هسه نعلي النار حتى بسرعة يصير. هسه الفلفل والبصل صاروا جاهزين. راح نضيف البرغل الخشن، غسلناه وصفيناها بالمصفى. هذا البرغل يطلع أطيب برغل ومشهي نفس الوقت. أنصحكم تحضروها. شوفوها، خلينا ربع كوب زيت، ملعقتين دهن الحار، وعدنا ملح. حمصنا بيها البصل والفلفل الألوان. راح نضيف مي مالته. بسم الله. هالشكل. احنا عيننا ميزاننا. اذا انتو عندكم 5 كوابة من البرغل تخلون 5 كوابة مي، اذا 3 اذا 2. شوفوها، احنا عيننا ميزاننا. راح نخليها ينطبخ. بعد يراد لها شوية مي. راح نسده مو مثل الرز، راح نسد القبغ مالته حتى بسرعة يستوي. هسه راح نحضر مي الحار أيضا، ونسد القبغ مالته، ونحضر الحلقوم. شوفوها هالشكل. من ناحية شوية شوية راح نحركها مع التحريك المستمر هالشكل إلى أن يدخن. وناخذ الحشو مالتنا، راح نحشي بيها الشيخ المحشي، وطبعا فرن حار. راح نجيب الصحن مالت الفرن، صحن مالت الفرن الشكل، أي طبق عندكم. هذا الليمندوزي والملح والسكر والمعجون للصلصة مالتنا. كل بين شوية أحرك الحلقوم حتى لا يحترق، وأيضا البرغل. شوفوها شلون يستوي. هواية يغلي من يفور الشي. احنا قبل كان بيبيتي برغلاشي كمان قاينر يعني مثل برغل يفور. شوفوها
هسه راح نجي نحشي الشيخ المحشي هالشكل، احنا بالايد حتى يكون شغلنا سريع. يا اهلا وسهلا ام حسين، يا اهل الواسط. شلونكم؟ الله يسلمك عمري، تسلمين حياتي. الله يسلمك يا عمري يا ام حسين، تفضلي حياتي. والله وايدك عليك ما حصلت. هم زين حصلتي، سمعنا صوتك عمري. يعطيك العافيه. الله يسلمك حياتي. لا اليوم سويتي طرشي. ايه وسويته شو مرت؟ شلون مرت؟ انت يا ملح استعملتي؟ مو بالملح، بالخل. سلقته انا مثل طريقتك. شلون سويتي؟ إيه بس انت يجوز سالقتها هوايه. ها لا والله خليتها هيك صفر شويه. إيه؟ وطلعته بس يعني صوت الخل اخاف عاوز. لا مو خل، مو صوت الخل، اذا انت مستعمله الملح بدون يود لازم، او ملح خشن. ايه هذا الخشن. ايه فليش انمرت؟ ما اعرف، خليتها يومها 3 شو انمرت. إيه نفس اليوم تقدرين تاكليها حجيه. ايه هو طلعنا اول يوم زين واشو، ثاني يوم إيه؟ انمرت. اخاف خليتيها مكان حاره. لا بالثلاجه، شيشه وبالثلاجه. انا اسوي خل انا بالبيت اسويه. إيه؟ وطرشي انا ما نشتري ما اسوي. ايه ما شاء الله ما شاء الله، عاشت ايدك. وايدك عيوني. بس ما اعرف شنو السبب عمري. ايه فهو هذا الطرشي الاحمر. ايه ترش الاحمر ان شاء الله الاسبوع الجاي راح احضرها قدامكم. هلا وعيوني، شكرا ان شاء الله عمري، تسلمين يا حياتي. اشكرك، اشكر اتصالك، اشكرك، اشكر الاخت، اشكرها الف شكر. تقول الترشي المرض اكيد بيها سبب. احنا دائما نقول الملح الخشن، وايضا من طلعوها من قنينه او اي شيء او حافظه لازم يكون مو بالايد، اما بالكفوف او بالملعقه. ما ممكن تطلعوها بالايد لان تتعفن وينمرد. فحجيه ما اعرف شنو السبب مالتها انمرد، اكيد بيها فد شي نقص مسوين. هسه حاليا شوفوا الحشو مالتنا صار جاهز. راح شوفوها بالشجر ما يحتاج المعدنوس طويل، 1 عدد إذا طوله طويل يكفي. هذا كله نحشيه ونلفه بالمعدنوس. وأيضا عندنا الحشو راح نحضرها بالمي الحار حتى بسرعة يصير، ونخليها على الفرن هالشكل. بس هذا يمكن نفتح مالت المعدنوس، شوفوها نقدر نعدلها. المعدنوس الثاني 2 نلف عليها ماكو مشكلة. هذا ما نشده، ما يحتاج الشد. شوفوها هالشكل. باقي لنا 2 هذني هم نحضرها. راح نحضر الصلصة مالتنا، شوفوها الشكل. الحشو مالتها لو تشوفون ريحة مالتها يجنن، لأن بيها هيل، بيها دارسين، وخاصة الدارسين مالت شركة الطباخ أنصحكم، لأن كأنما هسه مطحون الشكل. بس أخاف هذا لا يصير، كل بين شوية أحركه. شوفوها هذا مالت الحلقوم، احنا حضرناها بالعصير مالت الجولد اب. يا اهلا وسهلا ام احمد، يا اهل الانبار، تفضلي يا عمري. شلونك يا اختي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك يا ام احمد، شلونكم؟ شلون الاهل؟ اذا انتم زينين على هاي الاكلات الطيبه. حياتي تسلمين، اذا انتم طيبين احنا طيبين، واحنا دائما بالخدمه. عمري طول عمرك، خادمة ربك. الله يسلمك عمري. من فضلك يعني اذا ممكن عمل الكبه مالت التمن مالت البرغل. مالت البرغل ولا مالت التمن؟ اثنينها اذا مزحنا عليك، يحفظك الله ويطول عمرك. ان شاء الله صار دللي يا عمري، صار ان شاء الله. هسه عد لك يا ام احمد. الله يسلمك عمري، تسلمي. الله وياك، اهلا وسهلا. نشكر الاخت، نشكرها الف شكر.
فرادت من عندنا طريقة العمل كبة البرغل والكبة الرز. شوفوها أول قبل ما نبدي بالإعداد ومالت الكبة. هسه راح نحضر الحلقوم. شوفوا شلون صارت، شوفوها شلون صارت. راح ألبس الكفوف وأطفي الطباق مالت الحلقوم. حلقوم صار جاهز. شوفوها كلش سهلة وكلش بسيطة، تقدرون أي وقت تحضروها. هسه راح نبدي بالصلصة مالت الشيخ المحشي. هذا راح طفيناها طبعا، ماكو داعي. راح نحضر أول مرة نشوف البرغل وضعه شلون. شوفوا البرغل أيضا نشف، شوفوها شلون منظر عنده، والفلفل الألوان والبصل. هسه راح نهدره ونخليها على النار. هسه نهدر النار هالشكل، هدرناه. وراح نحضر الصلصة مالت الشيخ المحشي. شوفوا عندنا هنا 3 ملاعق معجون طماطة. راح ناخذها، إذا تحبون بالكاسة كيفكم. وعندنا مي الحار، راح ناخذ مي الحار حتى بسرعة يصير. أول مرة ما نعبيه، قليل نخلي حتى بس يكون المعجون الممردة. شوفوها هالشكل. ونخلي مي بعد، ونخلي الملح ملعقة، وملعقة سكر يعني بيها باذنجان، وملعقة ليمون دوزي. دائما من تستعملون ليمون دوزي استعملوا وياها السكر حتى يكسر الملوحة مالتها. شوفوها هالشكل. راح نخليها وراح نخليها على الفرن. هسه صار جاهز. راح نخليها على الفرن، وشوية راح نخلي بيها الزيت، لأن بالمعجون ما خلينا زيت. هالشكل. هسه خلاص، وراح ناخذها على الفرن. ولو فرن كلش حار، وكل حاجة بيها الباذنجان والشجر كلها مقلية، ما عندنا شي نية، كلها مطبوخة، والحشو مالتنا طبخناه. هالشكل صار جاهز. هسه نجي على الحلقوم. الحلقوم مالتنا صار جاهز. شوفوها كلش ثخينة. عندنا هنا الصحن، إذا تريدون أكبر من هذا يطلع خفيف، وإذا تريدون نفس الحجم تخلون هالشكل جوز الهند، وتفرغون الحلقوم بالتساوي. شوفوها هذا، جربوها شوفوها شلون طيبة، خاصة بالعصير جولد اب. أنواع عنده اللومي بصرة. هاي أول مرة إذا حضرتوا تكونون أول مرة الحلقوم بالنومي بصرة، لأن يعني بالسوق أكو حلقوم رمان، أكو حلقوم برتقال، أي شيء عنده، بس اللومي بصرة ماكو. فإذا أنتوا حضرتوا تكونون أول شخص تحضروا بها. هذا كملنا. راح نجي شوية يبرد. هسه راح نشغل الطباخ. هسه بس أشغله وأزيد الدرجة مالته حتى بسرعة يصير. مرات من يصير حار شوية يشكل الطباخ هالشكل. هسه حلقوم كملناه.
من جو تحت خليناها جوز الهند، وأيضا من الفوق من سطح راح نخلي جوز الهند. الشيخ المحشي أخذناها للفرن. يا أهلا وسهلا أم مصطفى، يا أهل الفلوجة، تفضلي يا عمري. الله يسلمك حياتي، تسلمين يا حياتي. أول شيء أنا أحب حيل أشكرك على هذا البرنامج الحلو. الله يسلمك عمري، تسلمين يا أم مصطفى. أشكر، إحنا همنا نشكرك. وعاشت إيدك على الأكلات وعلى الأشياء الحلوة اللي تقدميها. الله يسلمك يا عمري يا أم مصطفى، شكرا جزيلا. شكرا لتقييمكم. واحنا طبعا احنا من العامريه مالت الفلوجه، يعني من الفلوجه، من الناحيه اللي مجاوره للفلوجه. يا اهلا وسهلا. هنا بالمجمع مالت العامريه بشكل احنا عندنا هيك جوارينا وصديقاتنا بين ناسنا بنقعد دائما نحكي بالاكلات مالتنا وبالطبخ مالتك. حياتي تسلمين يا عمري، واحنا دائما ننتظر يجي اسبوع حتى نسمع اخباركم، شنو رايكم بهذا البرنامج وشلون تشوفوها؟ والله احنا قد اكو برامج طبخ، بس والله مثل النظافه مالت برنامجك والاكلات اللي تقدميها والسلاسه، طبعا اكو مرات يعني الواحد تنخبط عليه الامور، يعني من يريد يسوي اكله. الله يسلمك عمري، تسلمين. الله يسلمك والله العظيم، حتى مرات من نريد الشغله عندي. اشكرك يا حياتي يا ام مصطفى. الله يسلمك. ما محتاجة شيء، أي مقادير، أي أكلة تحبين؟ حبيبة قلبي والله اليوم احنا الشيخ محسن مسويته هو هاي الأكلة اللي نحبها بصراحة. بالعافية عليكم. طبعا يوم الجمعة يرهم الشيخ المحشي، الباجة والدولمة، أكلات حلوة، أكلات الثقيلة، لأن يتجمع بها يوم الجمعة الأهل كلهم، وعلى هذا فيكون أكل لازم يكون دسم واكل ان شاء الله ويا جماعه. طبعا ان شاء الله. ستنا على مود ام حسين اللي اتصلت قبل شويه. ايوه. على مود الطفش الاحمر، انا سويته قبل 3 ايام. ايه بشكل صار شيء حلو، لانه شنو من ينسلق، انا مسويته قبل من اسلقه يخرب عندي، يعني ما يصير تمام. لا هذا ما ينسلق، بس الشوندر اذا شويه تسلقيها مو سلق كامل، لان شويه قوي، بس من ينسلق من الترشي يجي بوقتها يطلع كلش طيبه. فانا ان شاء الله احضرها لكم. شلون طلعت الترشي مالتك؟ والله على ما يقولون اهلي وهذه يقولون حيل طيب. ما شاء الله، تبين من كلامك واكلك طيب ونفسك طيب. حياتي يا ام مصطفى. حبيبتي انت عمري. ربي يخليك وربي يحفظك اجمعين ان شاء الله. اشكركم انا بوجودكم، بوجود الله، بوجود قناه فلوجه، ان شاء الله نكون وياكم دائما باذن الله. ان شاء الله. والاهل الانبار سوي لهم الدليميه لان هم يحبون الدليميه. الدليميه فد مره حضرناه، وان شاء الله هذه مره طريقه غير طريقه راح نحضرها باذن الله. ان شاء الله. تسلمين حياتي يا ام مصطفى، اشكرك وما نريد نفارقك بس حقك. اشكرك عمري. اشكر ام مصطفى اللي شاركت البرنامج. شوفوا هسه راح نحضر العجينه مالت الرز. شوفوا خلينا 3 قلاصات مي، وعندنا هنا 3 ملاعق صغيرة ملح، نفس الملعقة أكل 3 ملاعق زيت. شوفوا هذا ينطبخ العجينة مالته بدون خميرة. راح نجيب الملعقة هسه، راح من نطفيها لأن الفارة الماء واحنا بس نريدها يغلي. هسه راح نضيف 3 كوبات، 3 اكواب من طحين الرز. شوفوها هالشكل، راح نعجنها بالجدر. شوفوها هالشكل. ورا ما شوية يبرد راح نعجنها ونحضرها بالتاوة. شوفوها
هالشكل راح نعجنه لأن هذا الخبز يطلع خبز كلش طيب. ونجيب الطاوة مالتنا ونخليها على النار ونشيل الأطباق الزائدة. هسه تقريبا المحشي حضرناه بالفرن يتفور، والبرغل صار، وحلقوم حضرناه. حلقوم لازم يوم كامل يبقى وراها نقطعها، ولو احنا حضرنا حلقوم بالعنب هسه بعدين راح نشوفكم. شوفوها هذا إلى أن يكون بارد راح نعجنه، والطاوة مالتنا على النار. شوفوها شوية راح نحميها إلى أن يكون عجينة كاملة ولو كلش حارة. شوفوها كلش حارة، بس شوية يكون بارد راح نعجنها بيدنا. شوفوها خلينا 3 قلاصات 3 كوب ماي فورناه، 3 ملعقة صغيرة ملح، 3 ملعقة أكل زيت أو زيت الزيتون كيفكم، و3 كوب طحين مالت الرز. اللي عنده حساسية من طحين يقدر يحضر هذا الخبز وإن شاء الله يكون كلش لذيذ. هسه هذا راح نتركه وناخذ الأطباق الزائدة شوية يكون بارد حتى بعدين نقدر نعجنها بالإيد. وهذا بدأ يفور ما شاء الله. وحلقوم شفتوها ورا ما يجمد نقطعها. احنا محضرين حلقوم ولو هذا هم مو جمد هواية، احنا قطعناها على شكل مربعات كبيرة. شوفوها إلى أن يكون بارد كلش حارة ما نقدر نضرب إيدنا. هذا نفتحها، ولو أيضا مثل ما كل مرة احنا نحضر وجبة لأن مرات ما يكفي الوقت. شوفوها كلش المقدار مالتها كلش اعتيادي. شوفوها هسه راح نفرغه بالميس وراح نعجنه. شوفوها هسه راح نبدي نعجنها على راحتنا هالشكل. ولو حار كلش حار فيكون حار يكون أحسن من يكون بارد ما نقدر نسيطر عليه. شوفوها على كيفنا يواش يواش نلم الأطراف هالشكل. شوفوها كلش سهلة وكل واحد يقدر يحضرها بإذن الله، واللي عنده حساسية ويخلص من المشكلة مالت الخبز يقدر يحضرها بالبيت. هسه احنا ناخد كمية حتى نحضر قدامكم فد 2. شوفوها هالشكل، وهذا نشيله حتى نقدر نحتفظ بيها. شوفوا صار عجينة متماسكة ونفس الوقت أخذنا نصه ونص الباقي بقى. هسه راح نحضرها شلون. ما نجيب طحين عادي حتى نفتحها. ليش؟ لأن إذا شخص عنده حساسية فإذا فتحته بالطحين العادي فراح يأثر على هذاك الشخص. عندنا الطحين الرز أيضا. شوفوها هسه احنا ناخذ قطعة. شوفوا ايش قد لينة صارت كلش لينة
بالإيد تقدرون تسيطرون عليها. وطبعا الطباخ على النار خليناه، راح نزود نار مالته بس دقيقة. هسه راح نزود ونمسح الأطراف ونمسح الميز مالتنا، ونجيب الطحين ونجيب الشوبك. أول مرة شوية قعر العجينة وبعدين شوية فوق، ما نفتحها كلش قوي، على كيفنا. شوفوا على كيفنا حتى لا ينمرد نفتحها. شوفوها ونفتحها يصير كلش خفيفة. هالشكل راح نحضره وكلش سهلة مثل ما قلنا لكم، كلش سهلة. اشقد ما تسوون خفيفة اكو مرات يصير مثل الاكل العيش السوري، تقدرون تحضروها. شوفوها. او اذا تحبون كلها يطلع نفس الحجم تقدرون تجيبون قبغ مالت الجدر وتقطعون اطرافه مثل مالت الكبة. شوفوها هسه هذا صار جاهز، بس شنو نجيب فد قبغ حتى نقطع، ولو هذا صغير ما نريده صغير. على كل راح نفتح هذا، واذا اكو كاسة راح نجيبه. اشوف هذا اذا يصير، هذا نسويها. شوفوها حتى يطلع عدلة هالشكل، والاطراف نخليها ويا الشسمة. شوفوها طلع عدلة. وهسه هذا راح نخبزها لكم، ونحضر الثاني نفس الطريقة راح حضرناه، وعلى نار الهادئة بالطاوة. شفتوها لا فرن ولا شيء، بالطاوة راح نفتحها. أنا أذكر فد شخص إجا للدكتور كان مريض عنده حساسية من الخبز، فكان حتى الطحين منه ياخذ ويقول لي شلون أسويها ولو آخذ الطحين. حتى انطيته المقادير مالته، وإن شاء الله إذا هسه أهلها أو هو يسمعنا ويشوفنا. شوفوا هالشكل راح نحضر هذا إلى أن يستوي الطبق الأول، وراح نحضره الثاني. شوفوها هسه راح ناخذ فاصل، بعد فاصل قصير راح نرجع لكم بإذن الله. أعزائي المشاهدين، بعد فاصل قصير رجعناكم بإذن الله. راح نطلع الشيخ المحشي من الفرن ونطفي الفرن. ما شاء الله كلش حار. شوفوها يجنن، وخاصة ريحته. هسه راح شو نسوي؟ شوية نخلي المعدنوس فوقها هالشكل. كلش طيبة إن شاء الله. أنصحكم نفس الطريقة نفس الشكل حضروها، أكون ممنون. هذا هسه صار جاهز، وإحنا خبزنا الخبز واحد. شوفوها. وهذا الثاني صار جاهز، شوية باقي يستوي من ورا. هسه راح نحضر البرغل. شوفوا نزينها بالفجل. انتو اي حاجة عندكم بالبيت تقدرون تزينوها، لان البرغل ويا الفجل كلش طيبة. عساكم انتو همينة تحضروها هالشكل. اهل العراق كلهم يحبون الفجل ويا كل اكلة، فلفل والفجل. شوفوها لان هو بيها فوائد هواية، وخاصة للهضم الأكل. البرغل شوية ثقيلة،
راح احنا نخلي كل بين شوية، كل بين عددين طماطاية صغيرة هالشكل حتى نزين السفرة مالتنا. ودائما الأكل ويا الأكل زينوا السفرة يطلع أطيب السفرة. شوفوا هذا لشخص واحد راح نحضره. احنا حضرنا شيخ المحشي، شوفوها. بسم الله. راح نطلع واحد ونخليه يمه، ونطلع شوفوها واحد باذنجانايه، واحد الشجر، وشويه من مي مالتها يجنن. اذا انتم همين تحضروها راح تعجبكم هوايه. شوفوها هالشكل. هو التقديم اهم شيء. شوفوا كلش طيبه. احنا قلينا الباذنجان والشجر. هذا الخبز شوفوها مثل الخبز السوري، دا ينتفخ من صفحه، واحنا من نحركه دا ينزل. شوفوها صار جاهز. هذا همينه شويه باقي، راح شويه نخلي معدنوس على الصفحه. أنا واحد هذا اللي حضرته قدامكم، 2 الخبز، والثاني هاي خبزين، يعني مو خبز واحد، خبزين حضرناه، وهذا الخبز الثاني على الوشك. وأنا لأن وقت ضيق من بيت حضرته. شوفوا هذا هم صار جاهز، ولو القبغ مالتنا كان صغير، بس بالبيت حضرته بالقبغ الكبير. هسه راح نطفي الطباق كاملة لأن خلص شغلنا بيه. شوفوا التقديم هالشكل تصير، حتى شخص يقدر ياكل بشراهة. والبرغل قلينا بصل وفلفل ألوان، وبعدين البرغل والمي والملح فقط، والزيت خليناها ربع كوب على ملعقتين دهن حر. والخبز حاضر قدامكم، وحلقوم جاهز. راح نحضر لكم وياها شربة جولداب ويا الغدا كلش طيبة. دائما يكون بين ايديكم. شوفوا نومي بصرة، وعندنا هذا نومي بصرة، وهذا عندنا عنب كأنما عنب طازج، وهذا تمر هندي، وهذا عصير البرتقال اللي استعملنا. شوفوها على 5 قلاصات المي نخلي قلاص من عصير الجولداب، اسمه جولداب. وإن شاء الله ما تنقصوها من بيتكم، كأنما تازة. شوفوها هالشكل. راح نشيل الأطباق، وإن شاء الله راح نكون دائما ويا طلباتكم بإذن الله. راح نحضره. هذا هم يفوت. شوفوها يراد لها ملعقة كبيرة. الخلاطة يدوية، 2 صار وسخة، ما ممكن نستعملها ويا هذا. نريد حتى يطلع لونها الكامل كلون العصير البرتقال. شوفوها هسه تقريبا كملنا، وراح نضيف على قلاص البرتقال، عصير البرتقال. وإن شاء الله هالحلقة عجبكم، وراح نكون وياكم ويا طلباتكم بإذن الله. دائما اللي تطلبون احنا نجهزها بإذن الله. أعزائي المشاهدين، عسى أن عجبكم هاي الحلقة، وإن شاء الله راح يكون وياكم حلقة جاي إن شاء الله يوم السبت بإذن الله، أيضا على طلباتكم. وأي حاجة ببالكم تريدون تطلبوها من عندنا، فكروا بكرة ننتظر طلباتكم إن شاء الله. إذا الله انطانا أمر دائما ننفذ طلباتكم. أعزائي المشاهدين، وصلنا للختام ونقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.